محمد رجب حسين محمود المصري، لاعب منتخب مصر للكاراتيه. حصل على المركز الأول على العالم تحت 21 سنة سنة 2017، وأول دورة ألعاب أفريقيا، وبطل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. طبعا المنتال تريننج أو التدريب العقلي مش عايز أقول إن هو أهم من التدريب الرياضي أو التدريب البدني، هو لأ فعلا بجد أهم حاجة إن أنت تدرب عقلك، لأن أنت تدريب المنتال هو اللي بيخليك قادر إن أنت تواجه الصعوبات سواء في الملعب أو سواء بره الملعب، وهو اللي بيخليك قادر إن أنت تفكر إزاي، لأن أنت من غير تفكيرك أنت مش هتقدر تحرك عضلاتك أو تحرك جسمك. فتدريب المنتال تريننج ده فرق معايا جدا 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 في البطولات وفي المواقف سواء داخل الملعب أو خارج الملعب. أنا اشتغلت مع كابتن طارق أمين قبل بطولة العالم في 2017، ودي كانت سبب من الأسباب اللي خلتني إن أنا الحمد لله ربنا وفقني وإن أنا أجيب المركز الأول على العالم، رغم إن أنا كانت إمكانياتي أقل من إن أنا أجيب كده، لأن أنا كنت شايف إن أنا إمكانياتي ما تجيبش أول العالم. بس الحمد لله لما اشتغلنا مع بعض قدر يخليني يوصلني لفورمة نفسية وإن أنا قادر إن أنا أحقق المركز ده. وحتى في موقف يعني هو حصل بينا قبل البطولة أو يوم البطولة، كانت والدتي متوفية في السنة دي، وهو كان عارف ومن الناس القليلين اللي كانوا عارفين، وهو قال لي كلمة فضلت ترن في دماغي وفضلت تتكرر في دماغي طول ما أنا بلعب على الملعب، ودي الكلمة اللي فرقت معايا من أول البطولة دي لحد وقتنا هذا. الحمد لله من بعد البطولة دي أنا مخسرتش ولا بطولة غير بطولة واحدة تقريبا. فالكلمة دي لخصت حاجات كتير قوي، ولخصت التدريب المنتال ده، ان هو التدريب المنتال ده مع كابتن طارق مش فرق معانا بس، لا فرق مع كل لاعبين منتخب مصر. فانا بشكره طبعا، وبشكره كمان لازم اشكره قدام الفيديو ده لو حد هيشوفه، في فضل عليا كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى في البطولة دي والبطولات اللي بعدها. فتدريب معاه مختلف.